هل صاحب البيزنس ينفع يبقى ديجيتال نوماد، ولا لازم يكون مربوط بمكتب، مربوط بموظفين، مربوط ببلد، مربوط بكل تفاصيل شغله؟ اهلا بيكم مع دكتور إيميجريشن. انا اكبر صانع للمحتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي، والنهارده جاي اقول لك الاجابه، لان الاجابه مش زي ما كل الناس فاكره خالص. خليني اقول لك ان اغلب اصحاب البيزنس مش عايشين حياه بحريه، هم مجرد موظفين عند شركاتهم. حتى لو عندهم شركه كبيره، لكن لو مش قادر يتحرك يبقى هو مربوط مش حر. طيب السؤال هنا، ازاي صاحب البيزنس يتحول لديجيتال نوماد بدون ما يخسر شغله او يخسر عملائه او يخسر المكسب بتاعه او يخسر استقراره؟ طيب خلينا ندخل في الموضوع مرة واحدة. اول خطوة وهي تجهيز الملف الشخصي للبيزنس. بمعنى ايه؟ انت مش هتتحول لديجيتال نوماد فجأة، انت بتبني ملف يسمح لك ان انت تتحرك. طب يعني ايه يا عم الدكتور؟ لازم يكون عندك مصدر دخل واضح، عقود، عملاء، اثبات ان الدخل مش مربوط بمكان واحد. لان اول سؤال في اي بلد او اي نظام هجرة هتتسأله هو انت بتكسب منين؟ تاني خطوة لازم يكون عندك اثبات ان الدخل بتاعك مستقر، ودي نقطة ناس كتير بتفشل فيها. مش المهم انك بتكسب فلوس، المهم انك تقدر تثبت ان الفلوس دي مستقرة ومش مرتبطة بمكان. الاستمرارية اهم من الرقم نفسه، لان اي نظام هجرة او اقامة بيسأل سؤال: هو انت مصدر دخلك مستقر ولا لا؟ تالت خطوة هي تنظيم الضرائب، ودي نقطة خطيرة جدا لأي صاحب بيزنس، لأن أول ما تبدأ تتحرك بين الدول هي الضرائب مش بتختفي، هي الضرائب بتتحول وبتمشي معاك. فلازم تفهم أنت تابع لأي نظام ضريبي، وإزاي تمنع الازدواج الضريبي، يعني تدفع في بلد وتدفع في بلد تانية نفس الضرائب. طيب إمتى تغير الإقامة الضريبية؟ طب يعني إيه مفهوم الإقامة الضريبية؟ أكبر خطأ بيعمله أصحاب البيزنس إنهم بيسافروا قبل ما يفهموا الإجراءات الضريبية اللي هم لازم يعملوها. رابع خطوة هي اختيار الدولة الصح. مش أي دولة ينفع تبقى ديجيتال نوماد فيها.